السلام عليكم. اليوم مع عالم ناصرة رايحة نتقاسم معاكم هاد البسكوي اللي يجي بزاف بنين، يجي محشو بالشوكولا كيما تاع اللي نشروه من برا تاع لي باكي. وبقاو معايا باش نحضروا الوصفة مع بعض. وما تنسونيش بالاعجاب، واللي دخلت اول مرة يعني ديرلي اشتراك، وان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع اليوم. بقاو معايا. هنايا بسم الله جبت اناء، جبت 125 غرام تاع مارغرين، يعني علبة تاع 250 نقسمها، ندي النص ونخلي النص في الآخر. هكذا تكون طرية هذيك الزبدة. نضيف لها كاس ناقص دو دوا تاع سكر كلاس، سكر ناعم. ننساوش قرصة تاع الملح دائما. هنايا عندي مبشور تاع الليمون، ولا كان عندكم عطر الليمون من الأحسن، ولا ديري أي عطر كنتي تحبي ديريه. هنايا عندي ساشي تاع لافاني. هكذا أنا مكانش متواجد عندي تاع ليكيد، يعني درت لو زيست هكذا ونجيبها فوي، ونبدا نخلط هذاك السكر مع هذيك لا مارغرين، ولا تقدري ديري زبده. انا هكذا ندير هاد لا مارغرين يجي خفيف. هكذا نخلطو حتى يتجانس كامل هذاك السكر مع هذيك لا مارغرين. وهنايا عندي نص كاس تاع الزيت، نبدا نضيف بشويه هكذا ونكمل نخلط. هكذا غير بشويه ونكمل نخلط حتى نكمل هذيك الزيت. ها هي بعد ما كملت هذيك الزيت، ها هو الخليط. نجيب 2 حبات تاع البيض ونضيفهم، ونزيد نخلط كيف كيف. يعني هكذا بدون باتور، ولا هكذا غير بلوفوي نوجدو هاد الوصفة. هنايا عندي كاس كيف كيف ناقص 2 دوا تاع مايزينا نشا، نضيفو. هاد الحلوى تجي بزاف بنينة، وراح يحبوها الكبار والصغار. هنايا الكاس الاول تاع الفرينة دقيق ابيض. هنايا عندي مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلويات، مغرفة هذوك الصغار كامل، يعني مانيش حابة الحلوة تاعي تطلع هكذا وتتنفخ في الفوغ. هذيك شوية حتمدلها الخفية للحلوة. نضيف الكاس الثاني. هنايا عندي كاس ثالث، نبدا نضيف بشوية. قادر يديلك 3 كيسان، قادر يبقى شوية كيما انا بقى لي شوية، على حساب الدقيق، على حساب لافارين اللي عندك، وعلى حساب البيض الا كان كبير والا كان صغير. وهنايا نبدا نستعمل يدي هكذا نخلطو برك، نيموها، نتحصلو على عجينة تكون طرية ما تلاصقش، هكذا غير بشوية ونشوف.
نزيد نضيف شويه. هاد العجينه تجي بزاف خفيفه. ها هي هنايا هكذا تجي طريه وما تلاصقش. هذه هي العجينه اللي كنت نبحث عليها. هنايا شوفوا شحال بقى لي، غير شويه تاع الدقيق الابيض. هنايا جبت ساشي ونبدا نحل فيها، ندي بشويه ونحل. شوفوا كيفاش نحلها رقيقه، ما نحلوهاش يعني ماشي كيما الصابلي، تجي حبه فوق حبه. هنايا رايحه ندير هكذا، ندير كاغي وندير دائري، لكن الاختيار كيفاش الشكل حبيتي ديريه. انا درت شويه هكذا، هكذا كاغي. وهنايا هكذا نجيب ان كيردون ونبدا ندير ثقوب من الفوق. هذوك درتهم دائريين هكذا، هو يجي الشكل تاعو هكذا. ندير كامل ثقوب في هذوك الحبات. وكنت خليت شويه تاع العجينه نديرها طبعها صغيره بالطبع الصغير. شوفوا ها هي الشكل تاعو. راح نحشيهم هادو نحشيهم بالشوكولا. وهذيك اللي درتهم صغار راح نحشيهم بالمربى. يعني كل الواحد والذوق تاعو، كاين اللي ما يحبش الشوكولا. شوفوا هنايا بعد ما طابوا داو لون الشباب. هنايا عندي شوكولا ذوبتها، ضفت لها شويه تاع الحليب ومغرفه صغيره تاع الزبده، ونخليها تبرد في الثلاجه هكذا حتى تشد روحها، يعني تكون سائله. ومن بعد كي ضفت لها الحليب. وهنايا نجيب هكذا ونبدا نحشي في هذوك الحبات، ندير حبه فوق حبه. انا نديرو كميه مليحه، يعني تجي طبقه في الوسط تجي مليحه يعني تاع الشوكولا هكذا. ونحط حبه فوق حبه. ها هما هنايا بعد ما كملتهم كامل. يجوا بزاف بنان. كيما نقدروا نخليوهم هكذاك دي بسكوي هكذاك، هكذاك بلا ما نديرو حبه فوق حبه هكذاك، يعني الشكل هكذا مربع ولا دائري. شوفوا هنايا الشكل النهائي تاعهم شحال يجوا، يعني الشكل جميل. وهذوك هما اللي قلت لكم خليت شويه عجينه حشيتها بالمربى. جربوهم ان شاء الله يعجبوكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.